عليكم هكلمكم سريعا عن فوط الامتصاص. فوط الامتصاص فيه منها 3 مقاسات. اول مقاس اللي هو 30 في 30 دوت، دي متطبقه نصين اهيت. تاني مقاس اللي هو 40 في 40. تالت مقاس اللي هو 40 في 60. ده شكل النسيج من قريب بتاع ال40 في 60، مختلف شويه عن اللي هي الاتنين التانيين. الاتنين التانيين اللي هي 40 في 40 و30 في 30، ده شكل الفوط بتاعتهم مضلعه كده. اللي قريبة منهم في الامتصاص برضو الفوطة العامة، ده شكل النسيج بتاع الفوطة العامة. تمام. عملية جدا. طبعا الامتصاص لها مهام ما بتقفش. هي تنشفي بيها ايدك في المطبخ، تنشفي بيها لو حاجة اتكبت. ممكن تصفي عليها المواعين الكبيرة، دي مناسبة جدا لان انتي تصفي عليها المواعين تنشف. الفوطة العامة دي تنفع لكل حاجة، تنفع تنضفي بيها الميكرويف، التلاجة، الرخامة، تنشفي بيها، تنفع لكل حاجة. هي عملية جدا صراحة، يعني متعددة المهام. واي واحدة منهم برضو نفس الكلام. انا جمعت لكم هنا اكتر حاجات اللي هم بيستخدموا الامتصاص الاربعة دول. تمام. دي كده فوط الامتصاص، 3 مقاسات اهمت. دي اللي هي 40 في 60، دي مقسومة نصين كده. ودي اللي هي 40 في 40، مقسومة نصين برضو. ودي اللي هي 30 في 30. التلاتين في 30 دي ليها برضو استخدامات كتير. تنفع تتحط في التويلت للتنشيف، تنفع تتحط في المطبخ مثلا تخليها بقى للانش بوكسات، للحاجات اللي هي بتبقى محتاجة فوطة ناشفة عشان تنجزي بيها، مثلا لو اتزنقتي الصبح ونسيتي تغسلي اللانش بوكس والكلام ده كله. فدي مناسبة جدا للموضوع دوت، ان انت تخصصيها لكده يعني. طبعا كل واحد بيختار حسب استخدامه، وانا عن نفسي عندي ال3، عندي ال4 والله، وما بستغناش عنهم، وعايزه اجيب تاني. يعني فوط الامتصاص دي من الحاجات فعلا اللي بتستغنيش عنها. زيت اتدلق، ميه اتدلقت، شوربه وانتوا قاعدين تاكلوا، مفيش اي مشكله بقى، تقومي هوب جايبه الفوطه ومخلصه الدنيا من غير مشاكل ولا زعيق ولا اي حاجه خالص. يعني جرين واي مسهله علينا الدنيا وعشان خاطر اعصابنا تبقى هاديه برضو ونتعامل مع المواضيع بهدوء. تمام. دي كده فوط الامتصاص.